الأهلي ضد الترجي، موعد مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل. يلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت 21 مارس 2026 على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويدخل الأهلي اللقاء بعد خسارته في مباراة الذهاب على ملعب رادس بهدف نظيف سجله محمد أمين توغاي من ركلة جزاء. ويسعى الفريق الأحمر لاستغلال عاملي الأرض لتعويض الخسارة وحسم التأهل إلى نصف النهائي، بينما يطمح الترجي للحفاظ على تقدمه واقتناص بطاقة العبور. الفائز من هذه المواجهة سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة سان داونز والملعب المالي. موعد المباراة: تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والأردن، 10 مساء بتوقيت السعودية والقطر والكويت والبحرين والعراق واليمن، 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. القنوات الناقلة والمعلق: تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القناة الناقلة بي إن سبورتس HD2. ويتولى المعلق الرياضي جواد بدة التعليق على أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، وتذاع المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، ويعلق عليه زياد الدكروري. البث المباشر عبر الإنترنت تطبيق تود تي في وبي إن كونكت. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي: حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، شادي رياض، بلعمري ظهير أيسر. خط الوسط إمام عاشور، أليو ديانج، مروان عطية، محمود تريزيجي. خط الهجوم مروان عثمان أوتاكا، أحمد سيد زيزو. تشكيل الترجي ضد الأهلي: حراسة المرمى بشير بن سعيد، خط الدفاع محمد دراجر، محمد أمين توغاي، حمزة الجلاسي، أمين بن حميدة. خط الوسط الدفاعي أونوتشي أوكبيلو، حسام تقى. خط الوسط الهجومي يان ساسي، معز الحاج علي، جاك ديارا. خط الهجوم فلوريان دانهو.